أهلا. عائلة سويرس من أنجح العائلات اللي جت على تاريخ مصر إن لم تكن الأنجح، وحاليا ليها استثمارات كتير في كل دول العالم، واستثماراتها دي في مجالات كتير زي العقارات والمقاولات والتقنيات، زي استثماراتها كده في مجال شبكات الموبايلات في مصر وكوريا الشمالية، وكمان في السنوات الأخيرة دخل السوق التنقيب عن الذهب. كمان عايز أقولك إن عائلة سويرس هي أول من أدخل شبكات الموبايلات في كوريا الشمالية، وكمان عائلة سويرس بتدير مجموعة فنادق في سويسرا، ده غير مشاركتهم في الجزء الأكبر من أسهم أحد الأندية الإنجليزية المشهورة، ده غير مشاركتها بنسبة من أسهم أحد شركات الملابس الرياضية المعروفة، وده اللي هنتكلم عنه في الفيديو بالتفصيل. والنهاردة هكلمك عن العيلة كلها من أول الأب اللي هو أنسي نجيب سويرس، وكمان أبنائه الثلاثة بالترتيب نجيب وسميح وناصف سويرس. وقدرت صحيفة الفوربس العالمية ثروة أنسي نجيب سويرس بحوالي $1,100 مليون، والبليون هو مليون المليون. وبترجع أصول عائلة سويرس إلى الأقلية القبطية الكاثوليكية في مصر، ودي اللي بتمثل 10% من السكان تقريبا. ولو عايز تعرف قصة نجاح عائلة سويرس وإزاي وصلوا للثراء تابع الفيديو للآخر. أنا بهاء الدين، والنهاردة هكلمك عن سر نجاح عائلة سويرس. خلينا أكلمك في الأول عن الأب، وهو أنسي سويرس. اتولد أنسي سويرس في مصر سنة 1930 في محافظة سوهاج، وكان والده بيشتغل محامي وفي نفس الوقت بيمتلك أرض زراعية مساحتها 50 فدان. وبحكم إن والده كان محامي وإخواته كمان كانوا محاميين، فكان لازم يكون في حد دارس زراعة عشان يقدر يباشر الأرض بنفسه. ووالد أنسي كان نفسه لما أولاده يكبروا هم اللي يباشروا الأرض بنفسهم. علشان كده أنسي سويرس وبناء على رغبة أبوه قدم في جامعة القاهرة كلية الزراعة، واللي اتخرج منها 1950. بس أنسي سويرس شاف وقتها إن مجال الزراعة مش المجال اللي ممكن ينجح فيه. وبعد سنتين من تخرجه وأثناء ما كان أبوه بيبني عمارة جديدة، اكتشف أنسي شغفه بمجال المقاولات لما كان بيتكلم مع المقاولين اللي بيبنوا العمارة دي وقتها. كمان كان بيتكلم مع العمال والنقاشين لحد ما كون صداقات كتيرة جدا في المجال ده، لحد ما استخرج أول سجل تجاري ليه. وفي الخمسينيات أسس أول شركة مقاولات ليه وسماها شركة أنسي، وكانت الشركة دي من أشهر شركات المقاولات في الصعيد وقتها، واللي كان ليها دور كبير جدا في حفر الآبار وتمهيد الطرق. بس وفي 1961 وفي عهد الرئيس جمال عبد الناصر تم تأميم شركة أنسي، يعني وبعد ما كان صاحب الشركة بقى مجرد رئيس مجلس إدارة الشركة وموظف زي باقي الموظفين بياخد مرتب. وتحول اسم الشركة من شركة أنسي لشركة النصر للأعمال المدنية. وبعد 5 سنين من العمل في الشركة قرر أنسي يسيب ولاده ومراته في مصر ويسافر لليبيا يبدأ من الصفر. وفي منتصف السبعينيات ومع سياسة الانفتاح واستقطاب رجال الأعمال واللي كان بيقودها الرئيس محمد أنور السادات، رجع تاني أنسي لمصر. وسياسة الانفتاح دي شجعت جدا أنسي اللي هو يرجع لمصر ويبدأ من الصفر من تاني، لأنه كان خسر كل فلوسه في ليبيا. وفي 1976 أعلن أنسي عن إنشاء شركة أوراسكوم للأعمال الإنشائية، ودي اللي توسع مجالها بعد كده وشمل مجال السياحة والفنادق والتقنيات. لكن زادت أعمال العيلة أكتر وأكتر، خاصة في فترة حكم الرئيس مبارك، وده بسبب العلاقة الوثيقة اللي كانت بتجمع ما بين ناصف سويرس ابن أنسي سويرس وجمال مبارك. وفي 1995 اتنازل أنسي سويرس عن إدارة شركته لابنه ناصف سويرس. ومن أهم أبناء أنسي سويرس هو نجيب سويرس، وده لأنه حريص دايما إنه يمتلك شبكة علاقات اجتماعية جيدة، وكمان أكتر إخواته ظهورا إعلاميا. وبيستثمر كمان نجيب سويرس في صحيفة المصري اليوم، وكمان قبل كده أنشأ شبكة قنوات OTV، واللي وصفها ساعتها إنها موجهة للشباب فقط، ودي اللي اتسمت بعد كده بمجموعة قنوات أون تي في. واللي باعها في 2016 نجيب سويرس لرجل الأعمال المصري برضو أحمد أبو هشيمة. خلينا نتكلم دلوقتي عن مجال دراسة أفراد العيلة. زي ما قلنا أنسي سويرس وهو الأب حاصل على بكالوريوس الزراعة جامعة القاهرة، ولما أولاده خلصوا ثانوي حرص إنهم يحصلوا على أحسن تعليم، عشان كده سفرهم بره عشان يدرسوا. فنجيب سويرس حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من زيورخ بسويسرا. أما الابن الأوسط وهو سميح سويرس فهو حصل على دبلوم الهندسة الميكانيكية من جامعة برلين بألمانيا. أما الابن الأصغر وهو ناصف سويرس فهو حصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية. خلينا أكلمك دلوقتي عن مناصب أفراد العيلة. وبعد ما تقاعد أنسي سويرس عن العمل خلى كل واحد من أبنائه يمسك جزء من شركة أوراسكوم. فعندنا مثلا نجيب سويرس بقى المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم تيليكوم، إلى جانب كمان إنه الرئيس التنفيذي لشركة لامانشا، ودي المختصة بالتنقيب عن الذهب. وهتكلم عن الجزء الخاص بشركة لامانشا بالتفصيل قدام في الحلقة. أما سميح سويرس فهو دلوقتي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتطوير والأعمار. أما بقى ناصف سويرس فهو الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمقاولات. وخليني أكلمك دلوقتي عن ثروة أفراد عائلة سويرس.
زي ما قلنا في البداية، فتقدر ثروة أونسي ساويرس وهو الأب ب1,100 مليون دولار أمريكي. أما بالنسبة لنجيب ساويرس فتقدر ثروته ب5.7 مليار دولار. وعايز أقول لك إنك لو فاكر إن ثروة نجيب ساويرس جاية بس من مجال الاتصالات، فالكلام ده مش حقيقي، لأن في 26 يوليو السنة دي أعلنت شركة لامانشا والمملوكة لعائلة ساويرس، واللي في نفس الوقت رئيس مجلس إدارتها هو نجيب ساويرس، أعلنت عن إنشاء صندوق في دولة لوكسمبورغ وسميته لامانشا فاند ACSP، وتخصصه في مجال التنقيب عن الذهب وبعض المعادن النفيسة. وعايز أقول لك إن الصندوق ده بيدير أصول تعدين ذهب بتوصل قيمتها ل1.4 مليار دولار. وهدف الصندوق ده إنه يكون كيان عالمي ضخم في مجال تعدين الذهب. ونجيب ساويرس من أول 2012 تقريبا وهو بيبدأ يدخل مجال تعدين الذهب. وفي 2018 صرح نجيب ساويرس إنه استثمر بالفعل نص ثروته في مجال تعدين الذهب. طيب وهو ممكن يعمل كده ليه؟ طيب خلينا متفقين لأي رجل أعمال أو أي صاحب مؤسسة كبيرة بيركز على حاجتين مهمين جدا. أول حاجة طبعا إزاي يزود أرباحه، وتاني حاجة إنه يحافظ على ثروته من إنها تقل. علشان كده خبراء الاستثمار نصحوا إن يكون 10% من ثروتك على شكل ذهب. بس نجيب ساويرس زي ما وضحنا إنه زود النسبة دي وخلاها 50% من ثروته على شكل ذهب. ونجيب ساويرس فسر اللي هو عمله ده إنه خايف على ثروته من الانهيار في أي وقت، لأنه خايف من انهيار أسعار أحد الأسهم في البورصة أو حدوث جائحة زي جائحة كورونا. كده أنا اتكلمت عن ثروة نجيب ساويرس وكمان مصادر الثروة دي. أما سميح ساويرس فثروته تقريبا 3.2 مليار دولار، ويعتبر سميح ساويرس هو اللي بنى مدينة الجونة بالشكل اللي هي موجودة عليه دلوقتي، وحولها من مجرد صحراء لواحدة من أهم المدن السياحية في مصر، وبقت مدينة متكاملة وفيها مستشفى ونادي ومطار، وكمان مهرجان سينمائي باسمها اللي هو مهرجان الجونة السينمائي. وتجربة تطوير مدينة الجونة ألهمت جدا الحكومة السويسرية، واللي طلبت من سميح ساويرس إنه ينفذ نفس التجربة عندهم، واللي راح فعلا هناك وحول حتة أرض مهجورة لواحدة من أهم المناطق السياحية في سويسرا. علشان كده منحوه شهادة المواطنة الفخرية كشخص أجنبي غير سويسري يساهم في اقتصاد دولة كبيرة زي سويسرا. عايز أقولك إني عمري ما شفت فيديو لأحد أفراد عائلة ساويرس إلا وسمعت نصايح مهمة جدا منهم عن الحياة، زي كلام رجل الأعمال سميح ساويرس اللي هنشوفه في الفيديو ده. أنا عندي نصيحتين دايما بقولهم، وبقول إن هما اللي دول يعني اللي نفعوني أكتر حاجة. أول حاجة ما تستعجلش، النجاح السريع يبقى أكيد 100 واحد غيرك رايح نفس السكة، يبقى مش شرط إنك أنت هتنجح، فتدور على الحاجة اللي هي أصعب وأبعد، لأن هي دي اللي ما فيهاش منافسة كتير. وتاني حاجة إنك أنت ما تبقاش دايما بتبص على المال بكرة، بص على المال بعد سنين، لأن يعني الاستعجال بيأثر على فرصك في النجاح. كده اتكلمنا عن ثروة سميح ساويرس ومصادرها ايه. اما ناصف ساويرس فهو اصغر واغنى اخواته بثروة تقدر ب8.7 مليار دولار. وفي 2018 امتلك ناصف ساويرس الجزء الاكبر من اسهم نادي استون فيلا الانجليزي، كمان امتلك 6% من اسهم شركة اديداس للملابس الرياضية. كده خلصنا الكلام عن ثروة افراد عائلة ساويرس. في النهاية عايز اقولك ان أونسي ساويرس اللي هو الاب كان راجل عصامي جدا، وبدأ ثروته من الصفر وخسر ثروته اكتر من مرة، ورغم ثروته دي ما كانش ساخي خالص مع اولاده. وده اللي قاله سميح ساويرس في مقابلة ليه مع منى الشاذلي. قال ان كان بمقدور ابوه انه يجيب لكل واحد فيهم وهم صغيرين عربية مرسيدس، بس هو ما عملش ده عشان كان عايزهم يعتمدوا على نفسهم. وقال كمان انه ايام ثانوي كان بياخد 5 جنيه مصروف في الشهر بس، فكان بيضطر يدي دروس خصوصية عشان يكسب 15 جنيه تانيين في الشهر ويقدر يصرف على نفسه. وحتى لما كان بيدرس بره زي ما قلنا، كانت السنة الدراسية قربت تخلص وهو خلص كل المصروف اللي اداهوله والده، فبعت لوالده انه محتاج فلوس، فقال له ارجع تاني ادرس هنا في جامعة القاهرة. لكن سميح رفض ده ونزل اشتغل في احد الفنادق عشان يقدر يصرف على نفسه لحد اخر السنة. بس كده انا خلصت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. سلام.